عندنا اول حاجه كده احنا هاي عاملين اي رسمه بنعملها الاوتلاين. طيب ايه الاوتلاين ده اصلا؟ الاوتلاين ده بنستعمل القلم الرصاص، بنرسم بيه مثلا بنحدد الرسمه كبدايه في الاول. فبالتالي الرصاص اساس كل الرسومات، جواش والوان ميه والالوان الاكريليك مثلا والالوان الماركر. وكبدايه لازم نعرف نختار ازاي الادوات. طيب نختارها ازاي؟ انا مجالكم النهارده عشان اساعدكم تختاروا الادوات ازاي في الاول. احسن حاجه ان احنا مش هنكون محتاجين كل الادوات، مش هنكون محتاجين حاجات كتير، ولا نحس بضغط ان احنا لازم نجيب كل ده عشان نبقى كويسين في الرسم. بالعكس يا جماعه، الرسم ملوش علاقه نهائي بالادوات. الرسم اساسه اصلا الاستمرار. كل ما بتستمر كل ما رسمك بيتحسن. تعالوا بقى معايا هقول لكم ايه الاساس في الاساتك والاساس في الرصاص، ودول بس الحاجات اللي احنا هنستعملها. كزيادة هقول لكم برضو ايه اللي ممكن نزوده، لكن مش اجباري في الاول، ومش هوقف رسمة مثلا احنا هنرسمها. اول حاجة درجات الرصاص هما 24 درجة. طيب ال 24 درجة دول عبارة ودرجة اتش بي، 10 درجات اتش، ودرجة اتش بي، ودرجة اف. بقى الفرق بين كل الحروف والارقام اللي انا قاعده بقولها دي، البي بيكون خطه تقيل، هي في بدايه بتكون كويسه. ايه الفرق بقى بين الاتش؟ طبعا احنا فهمنا البي، هو البي بيكون تقيل جدا. انا وضحت لكم اهو فيديو. البي في الورقه بيكون تقيل، تفوه واحده واحده بس تعرفوا بس تتحكموا. انا مستحسنوش في بدايه. الاتش بيكون درجته خفيفه وبيدي برضو نتيجه، بس لازم تعرف تستعمل القلم. ليه؟ الاتش بي ده بيكون درجة بين البنين، هو خفيف جدا وان هو يبوظ الورق، ولا هو ان هو تقيل جدا وفي نفس الوقت برضو ان انتوا متعرفوش تستعملوه. فده كبداية انا بحس ان هو كويس جدا. طيب في حاجة تانية بتفرق معانا برضو لما بنيجي نبدأ في البداية، طبعا خامة الورق اللي احنا بنستعمل. ايه الفرق بينها؟ في درجات من اول 70 جرام لحداية او تقريبا كمان في اقل 60 لحداية وانت طالع. طيب انا هستفاد ايه من اللي هو انت طالع؟ اللي وانت طالع اللي هو 300 وال150 ده بيكون كويس في ان انت تستعمله للادوات فيها مثلا الماركر، لان الماركر بيعلم من تحت بيطبع تحته. طيب زي ايه برضو؟ الالوان المية، الالوان الجواش، الالوان الاكريليك، اي حاجة فيها مية. طيب كفحم او رصاص، الفحم ما ينفعش معاه يكون خامات تقيلة جدا، لازم يكون الوسط، يكون حاجة بين البنين، يعني ولا منها تقيلة قوي ولا منها خفيفة جدا. الخفيفة دي اللي هي بتكون الورقة العادية اللي احنا بنصور عليها في المكاتب، فطبعا دي احنا بنستبعدها شوية لان هي بتكون برضو خفيفة جدا. ان انت لما تستعملها مثلا في ان انت تعرض رسمة او كده بيكون برضو الورقة خفيفة. ايه الرينج كويس للجرامات في الخامات الورق؟ نستعمله ينفع للرصاص وفحم، في نفس الوقت ممكن نستعمل فيه ألوان بس نستعمله بحذر، أو حتى يكون رينج في البداية يكون فاهمين الجرامات فيه. طيب تعالوا أقولكم، معانا 145 بيستقبل الألوان المية، وفي الألوان اللي هي الخشب المائية برضو بتستقبلها عادي وبتطبعش ورا. بعمل برضو بتستقبل الماركر، والفحم برضو تستقبله، بس هيكون تقيل عليه، يعني الورقة نفسها تكون تقيلة شوية عليه، فممكن ان احنا نقلل الجرامات شوية. لكن يعني هنزود، هنبقى فاهمين ان احنا بنستعمله لايه. نستعمله الالوان، وفيها الوان كتير والوان ان هي مثلا فيها مية كتير. نبدأ من اول 145، ممكن ننزل شوية عشان الفحم والرصاص، ممكن يزيد شوية علشان الالوان المية، وهكذا. الورقة ما تقومش مقوسة، يعني مثلا بعد ما تنشف تقوم عاملة كده، تحسوا ان هي قوست من كتر ما هي شبعت لون، تمتص ألوان تانية. تعالوا بقى هقولكوا ايه الأدوات اللي احنا لازم نستعملها بعد ما فهمنا ايه الفرق بين الأدوات الدرجات بتاعتها. وأنا أرجح فعلا ده القلم ال HB بيكون الخط بتاعه بيكون كويس، يعني مثلا ده HB من ماركة MG تقريبا، MG. قلتلكوا صورته اهي. في برضو درجة بحس ان هي كويسة، وده اصلا 4B، بس بصوا الفرق بيبقى عريض جدا.
وضحتها هنا اهي، بيكون عريض جدا زي ما انت بيديك الدرجة. بجد انا بحبها، بحس ان هي كويسة عشان ما تنفعش يعني مثلا كبداية انا مش عارف ان انا اتعامل مع 3 اقلام او 4 اقلام في نفس الوقت، فانا ممكن يعني اختار بينهم درجة. وانا شايفاه ان احنا نختار في البي احسن من نختار حتى من الاتش بي، علشان البي هو درجته اوريدي تقيلة، فاحنا نبدأ نتدرب عليه ازاي نستعمله ونخففه، ونعرف نستعمل القلم ونمسكه صح عشان نعرف ندمج، وعشان نعرف برضو في نفس الوقت ان احنا نعمل ظل ونور من مجرد قلم واحد بس. تاني حاجة بقى هي اصلا القلم برضو ممكن نستبدل كل دول كبداية، ولو احنا ناس لسه بنستعمل الأقلام الرصاص اسنان وحتى ايدينا مش حابة الرصاص العادي، فاحنا ممكن نبدأ نستعمل القلم بتاعنا عادي اللي بيريحنا، ونشوف الدرجة والسن بتاعه. يعني مثلا ده سن 5، أنا بستعمل سن 5 تقريبا من أول ما بدأت أرسم، كنت بستعمل سن 7 وما كملتش معاه كتير وبدأت أستعمل سن 5. أنا أصلا أي أوتلاين بعمله ببدأه بالقلم الرصاص. تالت حاجة وهي الأستيكة. الأستيكة في منها 3 أنواع. في أستيكة اللي هي أستيكة الفحم، اللي هي بتكون عاملة شبه العجينة، بس أنا عايزة أقولكم بجد إن دي ليها كمية فايدة مش طبيعية، وبالذات في الرصاص أكتر من الفحم. والأستيكة العادية بتاعتنا عادي جدا، الفابريكا زيرو زيرو، دي 2 0. تمام. في طبعا بقى ايه، انتوا كل ما هو بيزيد يعني السمك بتاعها بيكون أصغر. يعني مثلا انتوا شايفين دي تقريبا 0، تمام، بس سمكها أكبر. انا عايزه اوريكم تشوفوا الفرق بين السمك دي ودي. انا هصورها لكم اهي واضحه اكتر كمان من الفيديو، علشان تبقوا فاهمين ان فعلا في فرق. الزرقاء دي انا كنت بدأت بيها في الاول، انا كنت جايباها ب15 جنيه، معرفش الصراحه دلوقتي بقت عامله كام دلوقتي، فهي برضو كويسه. يعني مثلا انا في الاول كنت بجيب حاجه بحاجه، ما كنتش بجيب كله مره واحده، فانتوا ممكن تبداوا ان انتوا تجيبوا في البدايه خالص القلم الرصاص بتاعكم اللي انتوا بتستعملوه، الاستيكه بتاعتكم اللي انتوا بتستعملوها، بس ارجحكم ان انتوا تشتروا فابريكاستل، ما تستعملوش اي لون نوع تاني، عشان حتى على الاقل تكون كويسه في استعمال، وتكون بديله لاي استيكه تانية لحدايه لما تبداوا تجيبوا حاجه من الاساتيك الصغيره اللي هي 0 و2 0 و3 0 وهكذا. في سن صغير جدا حرفيا، انا كان معايا واحده بس معرفش هي راحت فين، تقريبا ضاعت مني، فانا ان شاء الله هجيبها تاني برضو، بس هجيب بقى حاجه احسن وهجيب حاجه اعلى، بس هي غالية شوية. كل ما انت بتعلى ان السن بتاعها يكون السمك بتاعها يكون صغير، كل ما هي سعرها بيغلى، فهي مشكلة الرسم أدوات. طيب تعالوا بقى هقول لكم احنا بنحتاج اصلا لاستيكة الفحم دي اي رسمة بنعملها الاوتلاين. طيب ايه الاوتلاين ده اصلا؟ الاوتلاين ده بنستعمل القلم الرصاص، بنرسم بيه مثلا إيه، بنحدد الرسمة كبداية في الاول. فبالتالي احنا مثلا لو هنبدأ نرسم بفحم، لازم نمسح الرصاص اللي احنا استعملناه بطبطبة كده بالراحة. الاستيكة العادية ما بتمسحش، يعني بتمسح خالص، يا اما بتمسح مثلا وتسيب خطوط بتاعة القلم. انا هوضحها لكم هنا اهو. الفيديو وضح اللي انا اقصده. شوفوا انا بطبطب ازاي على الرسمة بعد ما رسمتها الاوتلاين بتاعها. انا ببدأ ان انا امشي الاستيكة عليها بطبطبة كده، فهي بتشيل اي خطوط واي حاجة. لما تيجي تستعمل الفحم هتعرف الفرق وقتها. انت لو جيت تستعمل الفحم على القلم الرصاص على طول، القلم الرصاص بيكون عامل خطوط اصلا، بيكون اللي هو من السن بيكون مشخبط خطوط كده، فانت لما بتستعمل عين الفحم ما بيستقبلش الحته اللي محطوط عليها الرصاص، فما بيلونهاش. فبالتالي لما بترسم رسمه مثلا كبيره وكده، بتلاحظ الفرق بين ان في خط كان هنا، الخط هنا والله ده هنا كان في خط رصاص، فهو مش متلون عليه اصلا، والباقي الرسمه مثلا تبقى انت عامل رسمه كويسه.
طيب في كل ده، هل احنا لازم ان احنا نجيب خامات ورق تقيلة في الاول، ولازم نجيب سكتشات غالية في الاول؟ في الاول انت ممكن تروح تبدأ تجيب ورق كانسون، مهم يعني هتجيب ورق خامته تقيلة، وممكن تتبع تجيبوا فرخ مثلا وتبدأوا انتوا تقصقصوه. الفرخ هيكون اوفر لكم شوية من ان انتوا تروحوا تجيبوا سكتش اللي هو بيكون الربع. هكتب لكم مقاسه هنا، وبرده المقاس A4 اللي هو ورقة اللي هي بتبقى أصغر شوية، هكتب لكم برده المقاسين هنا. لو انتوا حابين ان انتوا تبقوا تجيبوا الفرخ، لأن الفرخة مثلا رينج مثلا 30 جنيه أو ممكن 35، السكتش بتكون ب70 جنيه. السكتش فيها كمية، بس انت كبداية مش هتحتاج ان انت تستعمل السكتش اصلا، عشان السكتش يعني مكلفة شوية عليك في الاول. حاسة ان بجد انا قلت معلومات كتير، واتمنى بجد ان هي تفيدكم، واتمنى ان انتوا فعلا تستفادوا منها، ومتستعجلوش. رسم عايز استمرار، رسم مش عايز ان انت انا جبت الادوات انا برسم. الرسمة دي ما تتحسنش، مفيش كده. وغير بقى كل ده، انا حابة اقول لكم في اخر الفيديو ان في كورس ان شاء الله هيبدأ يوم 15، في اونلاين واوفلاين. لو حابين تعرفوا كل التفاصيل، ادخلوا ابعتوا للاكونت ده بتاعي، ابعتوا لهم وهم ان شاء الله هيردوا عليك. وكده ولا كده ان شاء الله التفاصيل هتنزل خلال اليومين دول، مش عارفه الصراحه هتنزل قبل ما الفيديو ينزل ولا بعده، بس ان شاء الله كلتا الحالات يعني الفيديو ان شاء الله هينزل قبل يوم 15، وان شاء الله هيكون لحد يوم 15 في حجز. اشوفك على خير. باي باي.